أهلا بيكم. كتير مننا بنبني موديل ماشين ليرنينج ونتعب فيه قوي، وفي الآخر نلاقي النتائج مش منطقية خالص أو الأداء بتاعه ضعيف. النهاردة بقى هنتكلم عن أول وأهم خطوة، الخطوة اللي بتحدد مصير أي مشروع حرفياً: تنظيف البيانات. يلا بينا نفتح الملف ده ونشوف إيه اللي جواه. طيب خلينا نبدأ بمشكلة كلنا بنقع فيها. الواحد بيبني موديل ويصرف عليه وقت ومجهود، وفي الآخر يلاقي الدقة بتاعته قليلة أو بيحصل overfitting. والأسوأ من كل ده إنه يدي توقعات غريبة جدا ملهاش أي معنى. طب يا ترى الغلط فين؟ هل المشكلة في الخوارزمية اللي اخترناها؟ وهنا بقى زي ما بنقول مربط الفرس. الحقيقة إن المشكلة في أغلب الأوقات مش في الخوارزمية خالص، لا، المشكلة في الأساس نفسه، في الداتا اللي الموديل بيتعلم منها. يعني ممكن نجيب أقوى وأعقد موديل في الدنيا، بس لو الداتا اللي بياكلها اللي بيتغذى عليها مش سليمة، فالنتيجة اللي هتطلع أكيد مش هتكون سليمة أبداً. وده يمكن أهم مبدأ في علم البيانات كله على بعضه. بيقولك إيه؟ لو دخلت زبالة هتطلع زبالة. ببساطة كده جودة الموديل بتاعنا عمرها ما هتكون أحسن من جودة الداتا اللي اتدرب عليها. وعشان كده عملية التنظيف دي مش مجرد خطوة اختيارية أو حاجة تجميلية بنعملها، لأ، دي جزء استراتيجي وأساسي من قلب عملية بناء الموديل نفسه. تمام، يبقى خلينا نبدأ التحقيق بتاعنا مع أول وأشهر متهم بيقابلنا في أي داتا، وهو القيم المفقودة أو missing values. الفراغات دي فعلا ممكن تبوظ الدنيا كلها لو ما تعاملناش معاها صح وبذكاء. يعني إيه قيم مفقودة؟ ببساطة هي أي خانة فاضية في الداتا بتاعتنا. طيب ليه بتحصل؟ والله ليها أسباب كتير. ساعات بتبقى عشوائية تماماً زي حد وهو بيدخل البيانات غلط، وساعات تانية بتكون ناقصة لسبب معين. والنقطة الأهم بقى إن أحياناً سبب غياب القيمة دي هو نفسه معلومة مهمة. يعني إزاي؟ ممكن تكون القيمة مفقودة لأن السؤال ده أصلاً ما كانش منطبق على الشخص ده. في الحالة دي الفراغ نفسه بقى ليه معنى، بقى معلومة في حد ذاته. طيب، أول حل بيجي في بال أي حد لما يشوف قيم ناقصة هو إيه؟ الحذف. يا إما نحذف الصف كله اللي فيه قيمة ناقصة، أو نحذف العمود كله. الحل ده طبعا سهل وسريع جدا، بس في نفس الوقت خطير جدا. لو اتحذف بيانات كتير ممكن نخسر معلومات قيمة، والأسوأ من كده إننا ممكن نعمل تحيز أو بايس في الموديل، خصوصا لو القيم دي مش ناقصة بشكل عشوائي. طيب لو مش هنحذف، إيه الحل التاني؟ إننا نملى الفراغات دي. وأشهر طريقة هنا هي السيمبل imputation. بنعمل إيه؟ بنحسب المتوسط أو الوسيط بتاع العمود ونحطه مكان أي خانة فاضية. دي طريقة سريعة قوي، بس مشكلتها إنها بتلعب في توزيع الداتا، بتقلل التباين، وده بيخلي الموديل يشوف الدنيا أبسط من حقيقتها، وممكن تضعف العلاقات بين المتغيرات. ونصيحة عملية كده، لو توزيع الداتا مش طبيعي أو في قيم شاذة، الأفضل دايما نستخدم الوسيط، لأن المتوسط بيتأثر قوي بالقيم دي. هنا بقى بندخل على الشغل التقيل، الطرق المتقدمة. أول واحد هو ال KNN Imputer. فكرته الذكية جدا، بيبص على الصفوف اللي شبه الصف اللي فيه قيمة ناقصة، ويشوف أقرب جيران وقيمتهم كام، وياخد متوسط قيمهم، بالظبط كأننا بنخمن معلومة عن حد بناء على الناس اللي شبهه. أما بقى ال Iterative Imputer فده يعتبر الأذكى والأدق. ده بيبني موديل ماشين ليرنينج مخصوص لكل عمود فيه قيم ناقصة، وبيستخدم كل الأعمدة التانية عشان يتوقع القيمة دي المفروض تكون كام. طبعاً دقتهم أعلى بكتير، بس أكيد بياخدوا وقت أطول في الحسابات. طيب السؤال المهم دلوقتي، أستخدم أنهي طريقة؟ الموضوع ببساطة عبارة عن موازنات. لو نسبة الفقد قليلة قوي، يعني أقل من 2% مثلاً، ممكن الحذف يكون حل مقبول. لو السرعة هي الأهم والمشروع محتاج يخلص بسرعة، يبقى الإكمال البسيط بالوسيط هو الحل. لكن لو الدقة هي الهدف الأساسي والداتا حجمها يسمح، يبقى أكيد ال KNN أو ال Iterative هم أفضل اختيار. القصة كلها موازنة بين السرعة والدقة. كده خلصنا من المتهم الأول. ندخل على المتهم التاني، وهو مش أقل خطورة خالص: القيم الشاذة أو الأوتلايرز. دي القيم اللي بتكون بعيدة قوي عن باقي الداتا، وعاملة زي المغناطيس كده، بتشد أي تحليل إحصائي أو أي موديل في اتجاه غلط تماماً. وعشان نفهم خطورتها، تخيلوا معايا السيناريو ده: بنبني موديل يتوقع أمراض القلب، وفي وسط الداتا بتاعتنا لقينا مريض الكوليسترول بتاعه متسجل ب1000. طبعاً دي قيمة مش منطقية خالص ومستحيلة طبياً. لو القيمة دي دخلت للموديل زي ما هي، هتسحبه في اتجاه غلط تماماً، وهتأثر على كل حساباته، بالظبط زي ما يكون في مغناطيس قوي جداً بيبوظ أي حاجة حواليه. طيب نكشفهم إزاي؟ في كذا طريقة، أشهرهم وأبسطهم هي ال IQR اللي هي قاعدة البوكس بلوت. طريقة تانية هي الزي سكور، ودي بتقيس كل نقطة بعيدة قد إيه عن المتوسط بالانحرافات المعيارية.
وعادة أي قيمة الزي سكور بتاعها أعلى من 3 بنعتبرها شاذة. أما بقى لو عندنا متغيرات كتير فالآيسوليشن فورست بيبقى ممتاز لأنه بيقدر يكتشف المؤامرات، يعني القيم اللي ممكن ما تكونش شاذة لوحدها بس لما نبص عليها مع متغيرات تانية نلاقيها غريبة. وهنا بقى نقطة مهمة جدا، مش دايما الحل إننا نحذف القيم الشاذة دي. أحيانا القيمة دي بتكون حقيقية وليها معنى. طب نعمل إيه؟ ممكن نحول الداتا باستخدام اللوغاريتمات مثلا، ده بيسحب القيم المتطرفة لجوه شوية. أو نعمل حاجة اسمها كابينج، يعني نحط سقف ونقول أي قيمة أعلى من كده هنخليها تساوي قيمة السقف ده. ده غير إن في موديلات زي الراندوم فورست بتكون قوية بطبيعتها ضد الأوتلايرز، لأنها بتبني قراراتها على شروط مش على مسافات. تمام؟ كده اتعاملنا مع الفراغات والقيم المتطرفة. نيجي لآخر متهم معانا وهو يمكن أسهلهم بس مهم جدا وناس كتير بتنساه، وهو التكرارات أو الدوبليكيز. وهنا مهم قوي نفرق بين نوعين، في حاجة اسمها التكرار الكامل، وده لما نلاقي صفين نسخة طبق الأصل من بعض في كل الأعمدة. ده غالباً بيكون غلطة في إدخال البيانات ونقدر نحذفه وإحنا مطمنين. لكن في نوع تاني أخطر وهو التكرار الجزئي، يعني مثلاً نلاقي نفس المريض ليه سجلين في نفس اليوم. هنا لازم نقف ونسأل، هل ده تكرار غلط ولا دي فعلاً زيارتين مختلفتين في نفس اليوم؟ لازم نحقق في الموضوع ده الأول قبل ما نحذف أي حاجة. ممتاز. بعد ما حققنا مع كل المتهمين دول، جه الوقت إننا نحط خطة عمل واضحة ومنظمة، work flow نمشي عليه عشان نضمن إن الداتا بتاعتنا تطلع في الآخر نظيفة وجاهزة للموديل. أي عملية تنظيف احترافية بتمشي بالخطوات دي بالترتيب. الأول بنستكشف الداتا عشان نفهم حجم المشكلة، بعدين بنحط استراتيجية للتعامل مع كل مشكلة، بعد كده نبدأ ننفذ، وأهم خطوة في الآخر هي إننا نجمع كل ده في حاجة اسمها بايبلاين. البايبلاين ده عامل زي خط إنتاج آلي للداتا، فايدته إنه بيضمن إن أي بيانات جديدة هتدخل في المستقبل هتعدي على نفس خطوات التنظيف بالظبط وبنفس الترتيب، وده بيمنع أخطاء كتير جدا وبيخلي الشغل احترافي ومنظم. وبكده نقدر نقول أننا قفلنا قضية تنظيف البيانات. خلينا بقى نلخص أهم النقط اللي قلناها ونحذر من أشهر الأخطاء اللي كتير بيقع فيها عشان كلنا نتجنبها. لو في غلطة واحدة بس، كارثة بمعنى الكلمة، لازم نتجنبها بأي تمن، فهي دي تسريب البيانات أو الداتا ليكج. ده بيحصل إمتى؟ لما نعمل فيت لأي خطوة تنظيف زي الإمبيوتر مثلا على الداتا كلها قبل ما نقسمها لترين وتست. لما بنعمل كده فإحنا كأننا بنخلي الموديل يغش ويشوف معلومات من التست سيت وهو بيتدرب، وده بيدينا نتائج متفائلة بشكل خادع جدا. ممكن نلاقي دقة الموديل 99%، لكن لما يجي يشتغل على داتا حقيقية جديدة بيفشل فشل ذريع. ودي شوية أخطاء تانية شائعة لازم ناخد بالنا منها. أولاً، اوعى تستخدم أي معلومة من التارجت فاريبل وإحنا بنعمل imputation. تانياً، بلاش نحذف أي قيم ناقصة من غير ما نفهم هي ناقصة ليه الأول. تالتاً، ما نبالغش في حذف الأوتلايرز عشان ما نبوظش التوزيع الحقيقي للداتا. وأخيراً، نفتكر دايماً القاعدة الذهبية، الفيت بيحصل على التريننج داتا بس، أما التست داتا بنطبق عليها نفس التحويل اللي اتعلمناه، يعني بنعمل لها ترانسفورم بس. الخلاصة اللي عايزين نطلع بيها من الشرح ده هي إن تنظيف البيانات مش مجرد خطوة روتينية مملة بنعملها في الأول وخلاص. لأ، دي عملية استراتيجية، كل قرار فيها بيأثر بشكل مباشر على أداء الموديل في الآخر. دي خطوة فيها تفكير وتحليل، مش مجرد تنفيذ أوامر وكود. طيب، الداتا بتاعتنا دلوقتي بقت نظيفة وزي الفل، بس هل هي كده جاهزة تدخل للموديل على طول؟ الحقيقة لأ، لسه محتاجين نحولها للشكل اللي الخوارزميات نفسها بتقدر تفهمه. وده بقى اللي هنتكلم فيه المرة الجاية، الفيتشر انجينيرينج والسكيلينج. ازاي بنحول الكلام لأرقام، وليه مهم نخلي كل الأرقام في نفس النطاق. استنونا.